السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة جايلكم بطريقة عمل الكشري المصري، طريقة سهلة جدا إن شاء الله تعجبكم. تعالوا يلا معايا أقول لكم المكونات إيه هي. هنا كان معايا نص كيلو من الرز، ومعايا شوية مكرونة كده صغيرة تحمير، وعلى شوية مكرونة أسباجيتي. مش مقدار، هي ملهاش مقدار حسب ما انتوا تحبوا. البصل طبعا بصلتين مقطعهم جوانح، التوابل ملح فلفل اسود كمون، رشة صغيرة جدا من السكر، وطبعا الحمص كنت نقعاه قبلها بيوم هو والعدس. طبعا نسمي بالله، وانا بصور كنت بحط الزيت يسخن على النار، لاني اول حاجة هبتدي بيها هي البصل، لاني طعم البصل لازم يكون في كل حاجة، في المكرونة وفي في الرز وفي الصلصة وفي كل حاجة. طبعا انا بحب احطه كده، يعني انا كنت بجربه الصراحة شوية نشا على شوية دقيق، قلت عشان يطلع مقرمش. المرة دي قلت والله ما انا حاطه عليك اي حاجة خالص، هحطك زي ما انت كده، وبجد طلع معايا تحفة، واداني القرمشة اللي احنا كلنا بنحبها في الكشري المصري بتاعنا. طبعا بعد ما البصل هنا اتعمل انا شلته، حطيته طبعا على منديل عشان الزيت اللي فيه، وسبته يتهوى. معايا بقى هنا المية بتاعة تسوية الرز والعدس وباقي المكونات بتاعتنا. طبعا حطيت المية وحطيت عليها معلقتين من زيت البصل، وحطيت عليها العدس بقى طبعا يستوي شوية، ياخد له كده نص سوا ولا حاجة. وعلى النار الناحية التانية حطيت الطاسة وعليها بردك الزيت بتاع البصل، نزلت عليه بالشعرية، هديها تقلبتين كده حلوين لحد ما تدينا اللون الذهبي اللي احنا عارفينه. بعد كده هروح طشاها على الرز وعلى العدس في المية ديت اللي انا حطاها. وطبعا الناحية التانية كنت حاطة المية بالبصلاية بتاعة الحمص. الحمص انا مش بحط له لا الملح ولا اي حاجه خالص، ولا حتى الطماطم، لان الطماطم فيها املاح، فمش بحطها دلوقتي الا لما الحمص يخش على سوا. وبعد كده بنزل بالطماطم اللهم صل على النبي والثوم والملح واي حاجه بقى احنا حبينا بنضيفها بعد ما الحمص بيخش على سوا. طبعا هنا اللهم صل على النبي، العدس خد معايا نص تسويه، نزلت عليه بالرز، وبعد كده نزلت عليه بالشعريه. هنا كده كان خلاص ابتدى يتشرب معايا، نقلته على العين الصغيرة وابتديت اوطي عليه واسيبه بقى يتشرب مع نفسه. طبعا هنا كان خلاص المية غليت، نزلت بالكمون والكزبرة بس، وسنة صغيرة جدا من السكر، هتدي تطعيمة حلوة، وكمان هتسهل معانا عملية تسوية الحمص. بعد كده نزلت بالحمص، طبعا الحمص انا كنت نقعها قبلها بيوم. ده هنا شكل الرز لما خلص. طبعا انا هنا شلت شوية عدس على جنب.